نعمل ايه بربع كيلو لحمة مفرومة؟ هنعمل العظمة دي. هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالكفتة او بكرات اللحم من ربع كيلو بس لحمة مفرومة. عملنا وجبة غدا حلوة جدا، مشبعة وخطيرة وتدفي كده في الجو ده. بصوا، الكفتة كانت مستوية طبعا، البطاطس دايبة بقى، البطاطس بقى في الصوص بقى كده، صوص الطماطم، وكمان جوز اللحمة اللي نزل منها على البطاطس اديتها طعم يا جماعة. جبارة جبارة الصينية دي. فتابعوا الفيديو عشان تعرفوا عملنا الكلام الحلو ده ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم، وكمان دعموني بلايك وشير وسبسكرايب لأول مرة يشوفني. ويلا بينا نبدأ الوصفة. أول حاجة معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة تكون فيها نسبة دهون كده، ومعايا بصلة مبشورة وطماطمية مبشورة، ما تخافوش مش هتفك. ملح وفلفل اسود، دي نجيب بقى للتوابل، وكمان زعتر. انا حطيت زعتر عشان ما كانش عندي بقدونس، لو عندك بقدونس حطي. وكمان معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. هقلب كل ده مع بعضه. انا ما عصرتش البصل ولا حاجة. ما تخافوش، لوصفة الكفتة دي انا بعملها من 10 سنين وعمرها ما فكت، عمرها ما فكت. هقلب كويس جدا، او هعجنها مع بعض حلو قوي علشان اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هكورها بقى كرات صغيره، انا عايزاها صغيره مش عايزاها كبيره، علشان تبقى ايه، فاهمين، على قطمه واحده يعني، بس قطمه واحده بس. فطبعا الحجم اللي انتوا عاوزين يعني اللي انتوا عاوزينه براحتكم خالص. هنقعد بقى نكور لحد ما نكور كل الكميه ونوصل للكميه دي. انا ركنتها جنبي، طبعا الجو تلاجة مش محتاجين تلاجة. كنت محضره بطاطس متقطعة وشوية خضار بقى، فلفل وبصل وطماطم. مش عايزين طماطم تحطوا طماطم براحتكم، لو يعني عايزين تستكفوا بعصير الطماطم براحتكم، بس انا هحط طماطم. انا كان عندي بقى اه الاول هنتبل الخضار اللي احنا حطيناه. كزبرة، وكمان هنحط كمون، رشة كده بسيطة من الكمون. وكمان هنحط بابريكا، دي عادية او مدخنة براحتكم، وفلفل اسود طبعا، واكيد ملح. كنت عايزه اقول لكم ان انا هحط صلصه، مش هستخدم طماطم فريش. لو عايزين عصير تضرب، انا استسهلت بصراحه. لو عايزين تضربوا عصير طماطم في الخلاط عادي جدا، مش شرط يعني ايه صلصه. انا حضرت كده صلصه، ودي بالمناسبه كانت صلصه اها او قها، جميله جدا يا جماعه والله بجد. عملت لكم عنها ريفيو قبل كده. هرص بقى كرات اللحمه كده فوق الخضار اللي احنا حطيناه علشان انزل فوقيهم كلهم الصلصه. طيب حد يقول لي ممكن نشوح الكفته الاول، ممكن عادي، بس انا ما حبيتش الموضوع ده. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. ما حبيتش الموضوع علشان هنزل كل الدسم وكل طعم اللحمه في الطاسه. طب انا كده استفدت ايه؟ فحسيت ان انا اخليها مع البطاطس بالشكل ده علشان تاخد من طعم بعضها، فاهماني، العصاره بتاعت اللحمه تنزل على البطاطس ويستووا كلهم مع بعض. دخلتها الفرن. انا يعني طولت عليها شويه بسبب العيال يعني شغلوني شويه، بس انتوا ما تطولوش عليها. بس هي كانت خطيره يا جماعه، كانت حلوه جدا. ممكن كمان تغطوها لو عايزين ان انتوا يعني ما تاخدش وش زياده. غطوها، ما بتاخدش اكتر من نص ساعه في الفرن. بصوا بقى اللون، من غير اي فلتر، مش بستخدم فلاتر خالص على فكره ولا اي حاجه، فيها صوص وجميله جدا جدا جدا. وبس، ده كان فيديو النهارده او وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. وجربوا الوصفة. قولولي لو عايزين اي وصفات تانية بأي افكار تانية، اكتبولي في الكومنتس قولولي وانا هنفذها على طول. وبس اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.